صباح الجمال والرشاقة، زي ما وعدتكم وصفتنا النهاردة صحية لأصحاب الدايت وعشاق النظام الصحي. وجبة غذائية لذيذة متكاملة العناصر من كربوهيدرات ودهون صحية وفيتامينات والبروتين كمان. هنعمل رز خفيف قوي وصحي، وكمان أحلى طريقة لتسوية الفاصوليا بطريقة صحية. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحتاج نص كيلو من الفاصوليا الخضراء، بشيل الأطراف الأول، بعدين بقطعهم بالشكل ده واغسلهم كويس في الآخر. حط عليهم كبشتين تلاتة كده من شوربة الدجاج أو اللحم، مش هتفرق الشوربة، المهم تكون متصفية كويس من أي شوايب. عايزينها تكون رايقة كده ويدوب تغطي الفاصوليا. نضيف بقى بصلة مفرومة وعليها معلقة صغيرة فلفل أسود، ونقلبهم كويس مع بعض. معلقة واحدة من الزبدة حوالي 14 جرام، ونرفعهم على النار لمدة 10 دقايق. وده شكلها بعد ال10 دقايق. نقلبها كويس، بعدين نضيف عصير الطماطم. انا حطيت صلصة الطماطم المركزة، عملناها مع بعض قبل كده. الصلصة دي تحفة وبتوفر لي في الوقت قوي. ظهر لكم الفيديو بتاعها وهسيب لكم اللينك في الوصف لو حابين تشوفوها. لو مش متوفرة نستخدم طماطم مضروبة في الخلاط عادي. وطبعا عشان الصلصة تقيلة زي ما انتوا شايفين هحتاج ازود كمان كبشة شوربة عشان تخف شوية بالشكل ده. هسيبها تغلي غلوة، واضيف معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة كمون، وهدي النار بقى شوية واغطيها واسيبها تستوي كده على مهلها. وعلى ما تستوي تعالوا نروح نعمل شوية رز جنب الفاصوليا بطريقة صحية وقليلة السعرات. حلة على النار تسخن، وانزل بمعلقتين صغيرين من زيت الزيتون. لو مش متوفر ممكن معلقة واحدة كبيرة من الزيت. بوزعها كده في الحلة، بعدين ننزل عليها بكوباية من الشعرية وحمرها في الزيت لحد ما توصل للون الذهبي ده. بلاش تغمقوها قوي. بعدين هنزل بالشوربة تكون بتغلي ولازم اصفيها كويس. وده رز بسمتي مغسول اكتر من مرة. هنزل ب2 كوب منه على الشوربة. لقيت هنا الشوربة قليلة هزودها شوية، وممكن نزود مية، المهم تكون اعلى من الرز بحوالي عقلة صباع. هظبط بقى الملح بتاع الرز واغطي عليه اسيبه لما يتشرب خالص. وده الرز بعد ما اتشرب بقلبه تقلبتين كده بشوكة عشان ما يعجنش، وهدي النار واغطيه اسيبه على الشياطة حوالي 20 دقيقة. وتعالوا بقى نشوف اخبار الفاصوليا بتاعتنا. لقيتها استوت وتقلت وبقت حلوة قوي. هقفل عليها واروح احضر البروتين بتاع الوجبة ونبقى خلصنا. البروتين بتاعنا عبارة عن ربع فرخة. هحتاج جريل او طاسة ساخنة، المهم تكون غير لاصقة، ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون تسخن، وانزل بقطعة الدجاج بتاعتي. بحاول ادوس عليها شوية كده لحد ما تاخد لون، واقلبها على الناحية التانية. بحركها كده على الجريل عشان تاخد السخونية بتاعت الجريل كلها، وافضل اقلبها على الجنبين. اديها رشة بقى من الملح والفلفل الاسود واي توابل تانية بتحبوها، وهقلبها على كل الجهات واديها نفس التوابل. وكده الفرخة خلاص اتحمرت معانا وخدت لون حلو جدا. وده الرز بعد ما استوى، روعة بجد. خفيف قوي على المعدة ومفلفل وطعمه كمان رائع. وتعالوا بقى نحضر وجبتنا. معايا 100 جرام من الرز بما يعادل 7 معالق كبار، وكوباية من الفاصوليا اللي حضرناها مع بعض، وطبعا ربع الفرخة اللي عملناه على الجريل. واخيرا بقى معلقتين 3 كده من سلطة الطماطم والخيار. وما ننساش الدريسنج على الوش، عبارة عن ليمون مع حبة فلفل اسود وخل. وده الطبق بتاعنا، عبارة عن 100 جرام رز بما يعادل 130 سعر حراري، مع ربع دجاجة على الجريل ب250 سعر، وكوب فاصوليا بمعلقة زبدة تعادل 100 سعر، واخيرا معلقتين سلطة ب20 سعر. وكده طبقنا عبارة عن 500 سعر حراري فقط. وجبة صحية لذيذة متكاملة العناصر. زي ما اتفقنا مفروض ما نتعداش 1200 سعر يوميا. لو خدنا وجبة فطار في حدود 300 سعر من اللي حضرناهم مع بعض مش هنوصل لل1000. نقدر نكمل بقى سعراتنا براحتنا بالفواكه والسناكس. هسيب لكم لينك لوصفات الفطار تقدروا تشوفوها. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد.